ترتاج ضربة جديدة لكارلو أنشيلوتي. إصابة جود بلينغهام لمدة شهر في ساقه، مصاب بساقه، انضرب في التدريبات. مين اللاعب اللي ضربه؟ النادي ما طلع الاسم إلى الآن. خبر مكور في السريع، خبر حزين لمحبي ريال مدريد. الخبر طلع من شويه ان بلينجهام اتصاب في التدريبات، تقريبا اصابه جامده شويه وهيقعد شهر مش هيلعب. بلينجهام اتصاب من شويه وهيقعد شهر مش هيلعب. ريال مدريد هيعمل ايه في ماتش بلد الوليد؟ هيبان انه تعادل مع مايوركا 1-1. مش عارفين اللي هيحصل الفتره الجايه مع ريال مدريد، وهيعدلوا النظام بين فينيسيوس ومبابي لان المكان كان متلخبط بين فينيسيوس ومبابي، وكان بلينجهام بيشتكي من الموضوع ده قبل ما يتصاب. هنشوف اللي هيحصل. بس كده، سلام. انا هلا ارتحت، انا هلا اطمنت وقت شفت انه بلينجهام انصاب. كامافينجا قبله مصاب ولعب بعد لاكتوبر ليجي، ما في اي مشكله. انا هلا نفسيتي ارتاحت لانه ريال مدريد ما بيعرف يفوز الا تحت الضغط، ما بيعرف يفوز الا عنده 4-5 اصابات. بس يكون الفريق مكتمل ما بيمشي الحال. خلص تقلق لا شعوريا، المدريديستا بيقلقوا. شو الفريق مكتمل؟ لا، في قصه اكيد بدك تتعثر. هلا الوضع منيح. المره الماضيه انتقدت تشاوميني عشان الضرب اللي عمله مع كامافينجا. طب تعال نفكر فيه بطريقه ايجابيه. ريال مدريد بكل المواسم وقت اللي يكون عنده اصابات كثير بالفريق، مره نجم، مره نجمين، مره 4-5 لاعبين، بتلاقي ماشي حاله. هلا وقت ياخذ بريم دياز دقائق لعب، ووقت ياخذ كمان اردا جولير دقائق لعب. موضوع بسيط، بكره بتربح 3-4، ما في اي مشكله. بس يرجعوا اللاعبين للفريق لازم نخاف. هلا كالما كالما، هلا ريال مدريد بالمكان السليم. هيك نحن معودين، نحن هيدي المنطقه الراحه تاعتنا، هون هيك بنكون مرتاحين، غير هيك ما حنكون مرتاحين. وهي بلينغهام انصاب وراح يغيب تقريبا شهر عن ريال مدريد. بلينغهام رسميا راح يغيب عن مباراة بلد الوليد ولاس بالماس وريال بيتيس، واحتمال ضد ريال سوسيداد واسبانيول. ما هو هذا اللي ناقصنا، انه جود بلينغهام ينصاب. والمشكلة اساسا بريال مدريد حاليا بالوسط. يعني ريال مدريد راح يلعب 3 أو 4 مباريات على الاقل بدون جود بلينغهام وبدون توني كروس اللي اثر علينا اساسا. الله يعدي هالفترة على خير، وان شاء الله انه ريال مدريد بيعدي بهاي الازمة وبفوز في المباراة الجاي قدام بلد الوليد. لانه خدوها مني، اذا ريال مدريد تعثر امام بلد الوليد راح يدخل بدوامه. بس ريال مدريد والمستر كارلو انشيلوتي قدها وقدود، وان شاء الله انهم بيعدوا هاي الازمات وراح يفوزوا في المباراه. وبنتمنى الشفاء العاجل لولدنا جود بلينغهام، وان شاء الله انه بيرجع افضل واحسن من اوله بكثير كمان. وبالنهايه وكالعاده هلا مدريد. اخي تدربوا كل واحد لحاله. لسه هذاك اليوم كامافينجا ضربوا تشاوميني، اليوم عم بيقول لك روديجر بجوز ضربوا لبيلينغهام. خلص اخي اعملوا تدريبات فرديه، ما خرجتوا تدربوا مع بعض. لا بس شو هذا عن جد، انا بلشت شوي امن انه الحظ واقف ضد ريال مدريد شوي. لما تعرفوا بالعاده لا نحن مثلا ريال مدريد كانت تتدرب نحن ننضرب ريال مدريد يفظع نحن ننضرب. لا هلا صار شوي في حظ ضدهم. يعني لأن بصراحة حظ، يعني إصابة كامافينجا وإصابة جود بيلينغهام، أكيد نتمنى الشفاء العاجل لجود بيلينغهام. وأكيد نحن مثل ما بنحكي دائما، أوكي نحن كغريم ننبسط بالغيابات وبالأمور، لكن ما نتمنى الشر لحدا. فسلامة قلبه لجود بيلينغهام. وعم بيقولوا الإصابة من 4 ل 5 أسابيع، وما بعرف لسه صدق قصة إنه روديجر ضربه ولا لا، ولا منه لحاله. بس معلم يعني هلا كامافينجا وبيلينغهام لنشوف شو راح يصير، بلكي بيطلع إصابة أخف. إلهي ايش اللي قاعد بصير؟ عاجل ورسميا خبر حيسم بدن جماهير نادي ريال مدريد كلياتهم. على حسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، بيلينغهام تعرض للإصابة، وإنه بيلينغهام حيغيب عن نادي ريال مدريد لحد آخر شهر 9. يعني غياب بيلينغهام عن نادي ريال مدريد ما يقارب الشهرين. نادي ريال مدريد هذا الموسم شكلكم مش حتتهنوا بلاعيبتكم قد ما صبناكم بالعين. يلا هسه بيلينغهام اللي بعديها واحد ثاني، يلا واحدة بتمشي الأمور ما عليكم. إصابة جود بيلينغهام بالتدريبات الأخيرة لريال مدريد استعدادا لمواجهة بلد الوليد بعد بكرة بالجولة الثانية من الدوري الإسباني. مصادر من الشرينجيتو عم بتقول إنه جود بيلينغهام خرج من تدريبات ريال مدريد وهو عم يعرج، ولكن الآن طلعت مصادر من صحيفة ذا أتلتيك عم بتقول إنه في مصادر من قلب النادي أكدت إنه إن شاء الله إصابة جود بيلينغهام ليست بالخطيرة، وهو الآن عم يخضع للاختبارات مشان تقييم إصابته. وراح نشوف إذا راح ينزل بالقائمة الأخيرة الرئيسية يلي راح يعلن عنها كارلو أنشيلوتي بعد شوي لمواجهة بلد الوليد. بنتمنى إن شاء الله السلامة لجود بيلينغهام، وبنتمنى تبعد عن ريال مدريد الإصابات. حاج نحن هلأ بإدواردو كامافينجا ببداية الدوري انصاب لشهرين، ما بدنا إصابة أخرى. آخر تطورات إن شاء الله بنوافيكم فيها أول بأول. ما تعودتوا لسه؟ عادي يا اخوان، شهر 8 وما أدراك ما شهر 8. إصابة جود بيلينغهام لمدة شهر، أكثر أقل الله العليم، وممكن يرجع قبل.
بس يا اخوان المباريات الكثيرة اللي رح يغيب عنها جود بلينغهام يمكن 3 4 5 مباريات الله العليم، رح لاعب يعوض جود بلينغهام بمركزه اللي هم يا لوكا مودريتش يا أردا جولر. وأنا من طرفي بتمنى أردا جولر عشان يثبت حاله ويثبت لأنشيلوتي إنه بيقدر يغطي مكان أي لاعب. المصايب ما بتيجي إلا مرة واحدة على نادي ريال مدريد، من لحظة دخول مبابي إلى ريال مدريد والمصايب تيجي مرة واحدة، لدرجة إنه صرت أحس في سحر نزل على نادي ريال مدريد. لاعب ريال مدريد بعد التعادل أمام ريال مايوركا في الدوري تعرض لإصابة وسيغيب لأكثر من شهر عن مباريات ريال مدريد. ومين هذا اللاعب؟ لاعب من أهم لاعبين ريال مدريد هذا الموسم، لاعب يحقق فارق كبير لما يشارك مع نادي ريال مدريد. هو واحد من ال4 لاعبين الأفضل في العالم، المرشح للبالون دور. نعم، جود بلينغهام لاعب نادي ريال مدريد تعرض لإصابة مع النادي الملكي وراح يغيب لأكثر من شهر بسبب الإصابة. مش بحكي لكم في سحر، مش بحكي لكم في سحر صايب نادي ريال مدريد. من لما دخل مبابي النادي اجا وراه السحر، اجت وراه العين والحسد، اجا وراه كل المشاكل والمصايب. هي بلينغهام انصاب، مين ظل كمان؟ كامافينجا انصاب، اتعادلنا امام ريال مايوركا فريق ما حد داري عنه وبرشلونة بتفوز.